التفكير دايما بياخدنا لسؤال دايما تعبنا قوي، وهو هل أواجهه أو أقوله كل اللي واجعني، أو أكشف له هو قد إيه تصرفاته كانت أنانية معايا، ولا أحكي له عن الخذلان اللي سببهولي. في الحقيقة في ناس كتير المواجهة معاهم مش شجاعة خالص، المواجهة معاهم ساعات بتكون خسارة. ليه؟ لأن الشخصية دي مش بتسمع علشان تفهمك، هي بتسمع علشان تبرر وتهاجم أو يقلب الترابيزة عليك زي ما بيقولوا. ولو تواجه بتخرجوا من المواجهة دي في الآخر وانتوا بتعتذروا، تبقوا حاسين ان انتوا اللي غلطانين في الآخر، وهو ولا كأنه سمع حاجة خالص. عارفين امتى تحسوا بقوتكم الحقيقية؟ لما تفهموا تبقوا واعيين وتختاروا تحفظوا طاقتكم، بدل ما تهدروها في محاولات انكم تفهموا حد هو مش عايز يفهم اصلا. اوقات لما بننسحب بهدوء بتبقى قمة القوة، ساعتها بنسميها انتصار في صمت. مش كل حاجة لازم تتقال، مش كل وجع محتاج اعتراف علني للناس. في وجع بيكون نهايته في بعدك وفي صمتك، مش في انك توصله للي وجعك. اختاروا المواجهة بس مش مع اي حد، اختاروا المواجهة اللي ترجع لكم كرامتكم، مش اللي تسرق سلامكم. لان في ناس السكوت عنهم هو اصدق كلام. الباب اللي بنقفله بوعي وهدوء ملوش مفتاح.